السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى نعمل حاجة حلوة قوي ولذيذة، واحنا بقى داخلين على موسم المدارس، وعايزين كده الأطفال والشباب اللي بتروح الجامعة يبقوا فايقين كده ومصحصحين وهم رايحين الجامعة. طبعا بدل بقى ما يشتروا مشروب الطاقة والحاجات اللي ملهاش لازمة ديت، اللي بيبقى مش مغذية ومضرة في نفس الوقت. والأطفال دلوقتي بيتحكموا في مشروب الطاقة والحاجات اللي هي بتاعت الناس الكبيرة بتاعت الرياضيين. فاحنا نعمل لهم في البيت بقى مشروب الطاقة بأحلى حاجة وبألذ حاجة. ومشروب الطاقة ده برضو احنا عارفين بيتباع عند بتوع العصير، بتوع عصير القصب، وفي أي مكان وفي الكافيهات وفي المحلات في كله. عارفين مشروبات الطاقة دي، ومشروبات الطاقة دي بتبقى غالية جدا. يعني أقل مشروب طاقة دلوقتي بتاع 50 جنيه في أي مكان وأكتر كمان، اللي هو اللي بيبقى بالكاجو بالمكسرات وبالتمر وبالحاجات دي كلها. احنا هنعمله في البيت وبحاجات من عندنا، حاجات بسيطة، وهيبقى جميل طبعا وهيدينا طاقة واحنا نازلين الصبح المدرسة، حد رايح الشغل، شاب رايح الجامعة. كل الحاجات دي بتبقى مفيدة طبعا وتدي طاقة كده الصبح. انا عندي هنا تمر. التمر ده انا شلت النقة منه، هو مش تمر اللي هو البلح اللي هو العجوة اللي طالع الايام دي. دول ممكن يكونوا عندك فايضين في التلاجة، استغليه. اهو بصوا انا عندي اهو، عملته اهو، طلعته، شلت منه النقة وشلت القشرة كمان، النقة والقشرة. وعندي هنا عين جمل، اي مكسرات فايضة عندك في رمضان، كاجو، عين جمل، بندق، لوز، كل دي مكسرات بتدي طاقة ومفيدة. عندي 2 اوريو، بسكوت الاوريو او اي بسكوت كلنا عارفينه يعني. ده انت لو رحتي عند محل عصير القصب هتلاقيه كده بسم الله ما شاء الله، رصة الاوريو ورصة البسكويتات اللي هي اللي بيدخلها في قلب العصاير دي. ادي الاوريو اهو معانا، ومعانا لبن حليب اهو، معانا حليب، ومعايا شويه فانيليا عشان يطعموا الامور طبعا، ومعايا ايس كريم. الايس كريم ده اختياري، حابه تحطيه اوكي، مش حابه تحطي براحتك، ده اختياري. ومعانا الميه المتلجه، ومعانا شويه سكر. انا كنت ممكن احط عسل بس انا ما عنديش عسل، هنحط برضو معانا السكر. هنجيب بقى كده الخلاط بتاعنا الحلو الجميل الاحمر ده اهو. هنزل بشويه العين الجمل الحلوين دول، وهنزل بالعجوه بتاعتي، وهنزل بالبسكوت الاوريو، نزلت بيهم كلهم اهم بسم الله ما شاء الله. هجيب شويه فانيليا عشان الفانيليا برضو بتخلي الحاجات دي لها طعم. احط شويه فانيليا صغيرين، بس انا دايما بستخدم الفانيليا السايله، ما تحطيش منها كتير عشان بتمرر. شويه بس صغيرين كده مع المكسرات ومع التمر، بتدي طعم حلو طبعا اهو. والحليب بتاعنا اهو، اخد الحليب بتاعي احطه كله بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي مشروبات الطاقه اللي بنشربها عند بتاع العصير، اللي بتبقى جميله دي اللي بالمكسرات كلها. ممكن وادي اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل ده من هنا. ادي الايس كريم بتاعي فانيليا، فانيليا على فراوله، بس انا هاخد الفانيليا مش هاخد الفراوله. انا بجيبه ده بيزك كده، بيستخدم في كل حاجه. انت لو جبتيه كده حطيتيها على اي حاجه بيليق مع كل حاجه. ده اكتر حاجه الفانيليا بتليق مع كل حاجه. احط كده شويه. وبالمناسبه بتاع عصير القصب برضو لو رحتي عنده هتلاقي علب الايس كريم دي بيستخدمها على طول في العصاير اللي زي دي. شويه سكر طبعا اهو بسم الله الرحمن الرحيم، مش كتير بس عشان ما يبقاش معسل قوي. وشويه الميه بتوعنا اهو، ميه متلجه بسم الله الرحمن الرحيم. وهناخده كده هنضربه في الخلاط، هنروح بقى نضربه وارجع.
ضربناه كده في الخلاط اهو. بصوا بقى عامل ازاي معايا عصير اهو. هنجيب التلج بقى، الكوبايات بتاعتنا والتلج اهو هنحطه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمه بقى جميل جميل ومغذي جدا، وطبعا بسم الله ما شاء الله روعه، ومغذي الصبحي. مثلا حد عندك مش بيحب الفطار تديهوله، ابنك رايح الكليه، الشباب طبعا بتحتاج الحاجات ديت عشان بتعمل مجهود، ابنك رايح الجيم او جاي من الجيم. كل المشروبات دي مفيده جدا وجميله وسهله وبنعملها في البيت، مش مكلفه، ومن حاجات من عندنا في البيت، لان هما طبعا بيتباعوا بره غاليين. ممكن افوكاتو، ممكن اي فاكهه عندك، وتحطي معاه المكسرات والحليب والايس كريم، وبالهنا والشفا. يا رب يعجبكم بقى، يا ريت تجربوه ويعجبكم. بألف هنا وشفا. سلام عليكم.